نتكلم شويه عن الموف اون بقى، وانه فكره الانفصال وازاي الناس ممكن تتخطى علاقه سامه او توكسيك زي ما بنسمع. خلينا نجيب الموضوع من اوله. طبعا. كلمه الموف اون، طيب هو ليه الناس اصلا بتتضرر نفسيا بعد انتهاء اي علاقه؟ دي الاسباب. السبب ان الشخص بيحس ان هو مرفوض، انا اترفضت، حاسس برفض. ايه ده، هو انا وحش؟ هو انا غير قادر على ان انا انجح علاقه؟ طب هل انا فعلا فيا صفات سيئه للدرجه دي، لدرجه ان الشخص اللي قدامي يكرهني وعايز يبعد عني؟ فده هو الاحساس السيء. طيب القصه حلها ايه؟ حل القصه دي في ايه قرانيه، ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. يعني ربنا بيقول لك اوعى تحس احساس الوهن، احساس الضعف. انت مش ضعيف، انت حاجه عاليه. ربنا خلقنا كبشر كلنا اعلى من كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. فما ينفعش ان انا في نهايه علاقه او ان انا خسرت يبقى انا متضرر وزعلان وحزين. على فكره خلينا متفقين ان لو في شخص خرج من علاقه ومتضرر، الشخص التاني كده كده على فكره بيبقى متضرر اكيد وبيتوجع زيي. صح. يعني ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. صح. فالطرف التاني هو برضو متضرر. فخليك رحيم بنفسك شويه، بلاش جلد الذات، بلاش تبقى متضرر وتقول ان انا رافض او مرفوض في علاقه. ممكن تدخل في علاقه تانية وتبقى افضل صح منها. طبعا. طب اموف اون ازاي؟ اموف اون ازاي؟ رقم واحد، لازم تنسى كل حاجه تخليك تفتكر الشخص اللي كان معاك في علاقه. اكونت على الفيسبوك بقى، بلوك مكالمات، ده حقيقي على فكره. مش لازم بلوك، بس على الاقل ما تجيبش حاجه قدام عينيك تفكرك بالشخص اللي انت كنت بتتعامل معاه. ما تحكيش معاه او ما تحكيش مع حد عليه. يعني البنت اللي بتقعد تحكي لصاحبتها على خطيبها القديم، طب ما انت كده بتبداي تعملي ريجينيريشن تاني للافكار ويبدا دايما هو في بالك. لا، اقفلي الموضوع خالص، ما تتناقشيش فيه مع حد. يعني انهيه خالص من حياتك. طب الوجع والانهيار والزعل ياخد وقته، الناس تتعامل فيها، خليه ياخد وقته، يقرب من ربنا، يبدا يعمل حاجه جديده، يركز في شغله، يطور من نفسه، ياخد كورسز، يبدا ينزل تريننج في جيم. حرفيا الشخص اللي بيخرج من المود بتاع الحزن والاكتئاب بانه يقعد مع اصحاب جديده، يتعرف على ناس جديده. كل الحاجات دي هتخليه يدخل علاقه جديده. لا، ما يدخلش علاقه جديده غير لما يبقى عمل هيلينج تام من التروما اللي هو كان فيها. صح. لان انا دلوقتي لو دخلت علاقه وانا لسه خارج من علاقه مش سليمه او مش صح، بخف بيها، يعني بحاول اخف بيها وده غلط. هخف بيها وهظلم نفسي وهظلم الشخص اللي داخل معاه، ومش هتنجح. صح. انا داخل انسى. فالاصح ان انا اعمل هيلينج تام، صح، واتزن تاني وبعد كده ادخل علاقه كويس.